قاعد تشوف عادل انقطاع التيار الكهربائي لنا في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في البارح مراسلنا حمزة الطياشي ارتكب خطأ جسيم عندما تحدث على أشياء لم تكن موجودة وبشكل استفز أصدقائنا في المغرب، فنعتذر صراحة ونعتذر على ذنب لا ذنب عليه. نشوفوا إخوان السلام عليكم ومرحبا بكم. كما سمعتوا كان هذا اعتذار صريح من قناة الحوار التونسية عن ما بدر عن الصحفي التونسي، وبما أنه هناك اعتذار واضح فالأكيد أن الفعل كان واضح وكان هناك خطأ. قبل ما نستمعوا للتصريحات ديال الصحفي اللي كيعتذر فيها هو ايضا على ما بدر منه، بغي نقول لكم ان الصحفي كان فعلا غادي يمشي الى تونس، ولكن لصعوبه تعويضه بمراسل اخر واش يجيبوا لا كريديتاسيون ولا الاعتماد ديال الكاف ويورون بلاسي، كانت عندهم هناك عده عقبات لوجستيه. القناة قدمت اعتذار للسلطات المغربية للجنة المنظمة، كذلك الصحفي قدم اعتذار للجنة المنظمة وللمملكة المغربية، اعتذار رسمي وصريح. لذلك سمحوا له أنه يبقى، كان فعلا غادي يرجع إلى تونس، ولكنه خلاوه وسمحوا ليه من بعد ما قدم الاعتذار للسلطات المغربية. نخليكم مع الكلام اللي قالوا هذا الصحفي هذا. حمزة الطياشي. بالنسبة للجماهير التونسية كانت فرحانة برشا بالتأكيد بالانتصار والأجواء والروح القتالية اللي يظهر بها المنتخب التونسي، لكن الجماهير المغربية ما كانتش فرحانة بالمداخلة نتاعك البارحة. عندكش ما تفسر؟ صحيح هو اللي نحب ناكده قبل كل شيء عادل، واللي نحب نقوله انه راهو ما كانت فما حتى خلفيه سيئه ولا سلبيه وراء الكلام اللي قلته، ويمكن كان فما سوء فهم للكلام اللي قلته. ان التصريح اللي قلته البارح واللي تكلمته البارح كان وليد اللحظه، معناتها اعطيت معطى بتدر في اللحظه هذيك. احنا تعرف بطبيعه عملنا يا عادل انه نقوموا بعديد تقارير في الحصه في اليوم الواحد، ونقوموا بزوز وثلاثه تقارير. شفتوا البارح بخلاف التقرير الاول اللي كان قبل المباراه، التقرير الثاني كان بعد المباراه. كنا تحدثنا على الاجواء الطيبه في الملعب الاولمبي في الرباط، الملعب والامتياز الكبير اللي كان فيه. حكيت زاده على الحفاوه الكبيره للشعب المغربي وقفته مع الشعب التونسي. حكيت زاده وخذيت المواطن المغربي وتذكروا المشجع المغربي اللي كان موجود في المدارج، وكنت وقفته بالذمه وحكينا معه وشكرناه، قلنا له ميرسي بوكو على وقفتكم معنا وحضوركم معنا بعد يد غفيره البارح في الملعب الاولمبي بالرباط. معناتها كان فما نيه سيئه ورا كلامي، ولا فما نيه سيئه كما شفت اليوم في بعض التاويلات الكلام اللي قلته صراحه. راني ما مشيتش في الثنيه هذيك، واللي عنده سوء نيه يقعد عنده سوء نيه معناتها عادل، وتكون عنده كما شفت برشا كلام على اجندات ولا غيره. اما انا بكل حسن نيه كنت تكلمت، كان تصريح وليد اللحظه في اللحظه هذيك. انقطاع التيار الكهربائي كما قلت في المركز الاعلامي ما دامش برشا، اللي انا ذكرته خاطر في الهواء مباشره قلت راني في اجواء المباشر انقطع تيار كهربائي، وكنت انت سالتني قلتني على الملعب الكل، كنت جاوبتك عادل وقلت لك لا راهو الملعب لا استغربت على سألتك. انا استغربت لانه نعرف الملعب ونعرف الامكانيات الموجوده في المغرب والتحضيرات اللي كانت يعني حثيثه باشهر يعني سابقه تاع 9 اشهر 10 اشهر، والناس تحضر والناس تجهز. وشفنا ارضيه الملعب في كل الملاعب رغم الامطار الكبيره ما تاثرتش يعني بالعوامل المناخيه. اول حاجه صدمتنا هو كحكايه الضوء، دونك على ذاك تسالنا واستغربنا في نهايه الامر، كانت شبه صدمه. على كل حال حتى وان اخطات التقييم تعتذر عن سوء الفهم صح التعبير، والنية معناها طيبه، وما فما حتى حاجه تدعو الى التاويل وتهويل الامور، حتى نغلق القوس بسرعه ونهتم بما هو اهم في علاقه بهذه الدوره المتميزه على جميع المستويات، مثل ما اتينا على ذلك في اكثر من مناسبه واكدنا هذا مره اخرى في سهره اليوم. بالضبط عادل، بالضبط. معناتها تقريبا كل التقارير كنا حكينا واشدنا بهم، وانا شخصيا كنت تكلمت واشدت حفاوه الاستقبال للشعب المغربي للسلطات المغربيه. الناس الكل كانت معنا، كانت وقفت معنا، كنا في عاونونا في برشا حاجات اللي بالحق نشكروهم. المغرب اللي حكينا عليها على الاستعدادات الكبيره سواء الكان اليوم اللي صايره في المغرب والا كاس العالم ان شاء الله ربي يوفقهم في 2030، واللي متاكد انا المغرب باش تخرج في حله جيده وباش تخرج صوره جيده. انا حاجه برك نحب نقولها عادل في الختام، اذا كان فما سوء فهم بكلامي والا كان فما
اي طرف ولا اي مواطن مغربي يتمس من كلامي انا اعتذر منهم. نحب نقول لهم كالعاده رانا اخوه ونقعدوا ديما اخوه، راني ما قصدت حتى شيء، انتم اخواتنا نحبوكم برشا، ربي يوفقكم. وكيما كنا مساندينكم في كاس العالم 2022 وفرحنا بالانجاز الكبير للمنتخب المغربي، فرحنا بكل القاب المنتخب المغربي واخرهم كاس العالم للشباب، فانه زاد اليوم كيف كيف نفرحوا برشا كاس العرب زاد كيف كيف. الف مبروك الشعب المغربي، نفرحوا برشا كل حاجه فيها مغرب. المغرب تقعد ديما اخوات احنا والمغرب، وراهو ذا لا يفسد الوثقيه. حاجه برك نحب نقولها عادل نختم بها، هذه نسيش خلينا نختم بها. راهو ما عندنا حتى نيه سيئه، راهو بالعكس فرحانين برشا بالخدمه الكبيره ومبهورين برشا بالنجاح الكبير للمغرب لحد الان. وكالعاده بحكم انا تونسي نقول تحيه تونس، وبالطبيعه مدامنا في المغرب وديما كما يقولوا اخواتنا مغرب، اخواتنا المغاربه ديما مغرب عاد. يعطيك الصحة. طبعا حمزة طياشي كنت معنا من الرباط حتى. وكما سمعتوا هنا الصحفي كيقدم الاعتذار ديالو. صراحة أنا بالنسبة لي الاعتذار ديالو غير مقبول، ولكن السلطات المغربية هي أعلم بخبايا الأمور، هي كتعرف أشنو كدير، كون بغات تصيفطو غادي تصيفطو، ولكن مادام خلاوه ربما عارفين، ولكن غادي يتعلم الدرس وعرف بلي أنه كان مخطئ في حق المملكة المغربية ونقل صورة مغلوطة. هذه هي الفعالية ديال مواقع التواصل الاجتماعي. حنا كنوصلوا المعلومه من جهتنا، ولكن راه ضروري المعلومه تكون بارطاجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه عندنا السلطات كتستمع لما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتتخذ اللازم والمتعين. وكذلك غادي تكون واحد التدخلات ضد واحد المصري وضد واحد الجزائري بلا ما نشرح تفاصيلكم عارفين اش داروا. غادي تكون هناك تدخلات في حقهم، لان هذا كان اللي بغى يجي ينقل الصوره الحقيقيه ديال كان مرحبا به، واللي بغى يزور الحقائق فغير مرحب به، واول طياره ويرجع الى بلاده. بغي نقول لكم ان قناه الحوار التونسيه دارت تقريبا 2 تاع روبورتاجات على الكان وعلى المملكه المغربيه وعلى حسن التنظيم، يعني كتحاول تصلح الاخطاء ديالها. وبالمناسبه صراحه البلاطو التونسي يعني داك المذيع كان سبق ليه جا في حفل جوائز الكاف، وسبق ليه زار المغرب وشاف المنشآت وكان يقول كلام طيب ما غاديش نكرو، كان دائما كيشكر المغرب، كيشكر داكشي اللي شافه في المغرب. ولكن هذاك الصحفي التونسي هو اللي عقله مكرغل. خوتنا المغاربه ساكتفي بهذا القدر هذا، تحياتي لكم والى اللقاء فيديوهات اخرى ان شاء الله. كعرب وكمغاربة بما تقدم المغرب المملكة المغربية الشقيقة من مستوى، على مستوى التنظيم، على مستوى الإشادة، على مستوى الإحاطة، على مستوى التجهيزات أيضا. كل شيء كان رائع. إشادة كبيرة من الغريب قبل القريب، من قنوات ومبعوثين أجانب، على أنه تجهيزات والبنية التحتية الرياضية كانت على مستوى عال من الجاهزية، وملاعب عصرية تستجيب لأعلى المعايير الدولية، مرافق متكاملة، وفرت ظروف مثالية لكل المنتخبات ولممثلي وسائل الإعلام وللجماهير القادمة من كل حدب وصوب للمغرب لمشاهدة كأس أفريقيا. هذا الاستثمار الذكي في البنية التحتية حامد هو رهان استراتيجي على مستقبل الرياضة في هذا البلد، اللي يستعد طبعا لتنظيم كأس العالم 2030، وهو حدث كبير أيضا يسعدنا ويشرفنا كعرب أنه بلد عربي آخر ينضم لقائمة المنتخبات أو البلدان العربية اللي تنظم كأس العالم.